رسميا سحب لقب الدوري من النادي الاهلي وتوجيهه لبيراميدز. الخبر ده ان شاء الله هتسمعوه يوم 5 مارس، اليوم اللي حددته المحكمة عشان تبت في قضية الدوري العام. قلنا قبل كده ان المحكمة اخذت بالورق اللي اتقدم لها من كل الجهات المعنية، والجهات المعنية هي النادي الاهلي، نادي بيراميدز، الطرفين المتنازعين اصل القضية. في اطراف تانية، اتحاد الكورة، رابطة الاندية، نادي الزمالك. نادي الزمالك كل اللي قاله انا والله السنة اللي فاتت انسحبت من الماتش، اتخصم مني 6 نقط. الماتش ده الاهلي انسحب قصادي، خصموا منه 3 بس، ده الزمالك. اتحاد الكرة خرج منها، قال والله انا اللي الاهلي وبيراميدز الاثنين شاركوا في دوري الابطال، واللي المحكمة هتحكم له الدوري هنودي له الدرع. رابطة الاندية بقى هنا بقى مربط الفرس. رابطة الاندية ما قدمتش اي دفوع تقول ان النادي الاهلي ما يستحقش يتخصم منه 6 بونت. هم قالوا احنا بس راعينا الايقافات وراعينا لعيبه المنتخب، عشان كده اخدنا بروح القانون وما خصمناش من الاهلي 6 بونت. وان شاء الله المحكمه هتحكم لبيراميدز.